بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الله سبحانه وتعالى وصف العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة بالميثاق الغليظ، وقال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وإنه جعل هذه العلاقة تغمرها المودة والرحمة واللطف والسكن. ولكن للأسف الشديد وفي بعض البيوت بتكون مفيش مودة ومفيش سكن وفي مشاكل كتير جدا جدا، والسبب بيكون للأسف الشديد طبع الزوج. طبع الزوج اللي هو ايه؟ ان الزوج بينقل كل تفاصيل بيته وحياته وتفاصيل زوجته لوالدته. بمعنى الدارج بين الشعوب العربية عامة ما بين الناس، المعنى الدارج ما بين قوسين ان الزوج ده بيكون ابن امه. يعني مفيش قرار في بيته بيقدر ياخده بدون رأي امه، بل والأكثر من ذلك ان امه ممكن تكون هي اللي بتاخد له كل القرارات، سواء كان القرار ده خاص بيه هو شخصيا او خاص بزوجته او خاص بأولاده. والأكثر من ذلك إن الزوج للأسف الشديد بيكشف ستر زوجته وعورات زوجته أمام أمه، ويتكلم في أدق تفاصيلها اللي المفروض تكون خاصة ما بين الزوج والزوجة، واللي نهى الإسلام والدين والرسول صلى الله عليه وسلم إن حد يطلع يتكلم أبدا ما بين الزوج والزوجة عن هذه العلاقة، ووصفهم اللي هيطلع يتكلم عنها إنه كأنه شيطان قارع شيطانة أو لاقى شيطان على قارعة الطريق. ولكن للأسف الشديد بيكون الطبع في الزوج إنه بينقل كل حاجة، حتى في أدق التفاصيل الصغيرة. ممكن تكون الزوجة بتتكلم مع زوجها في حاجة فيقول لها ثانية واحدة، وبعدين ياخد التليفون يسأل أمه أعمل إيه أو أقول لها إيه، ظنا منه إن ده مثلا إن خبرة أمه هتساعده، أو إن ده بر بأمه. وللأسف بيحصل حالات من الطلاق كتير جدا بسبب الطبع ده، إن الزوجة شايفة مفيش خصوصية في بيتي على الإطلاق، أنا أدق تفاصيلي حتى ملابسي حماتي عارفاها، أم زوجي عارفة كل التفاصيل دي. إزاي تتصرف الزوجة مع الزوج اللي بين هلالين أو بين قوسين ابن أمه؟ تتصرف معاه ازاي؟ ليه اصلا الاسباب اللي تخلي راجل فتح بيت وعنده اولاد انه يلجأ لامه في كل صغيرة وكبيرة؟ علاج الامر ده ازاي من الزوجة، وتتصرف معاه ازاي هو ومع امه؟ كل التفاصيل دي كل الاسئلة دي هتجاوب عليها معانا ضيفتنا الفاضلة الاستاذة خديجة برهان، المستشارة الاسرية واللايف كوتش. السلام عليكم واهلا ومرحبا استاذة خديجة. يا أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله في برنامجك المتميز. يا أهلا اهلا وسهلا. ومرحبا، اهلا ومرحبا بحضرتك. الحقيقه موضوع الزوج ضعيف الشخصيه امام امه او ما بين قوسين ابن امه موضوع مهم جدا، وموجود في مجتمعات كتير جدا وفي بيوت كتير جدا جدا. قبل ما نتكلم عن تفاصيله وعن اسبابه، خلينا نعرف الاول مع حضرتك في البدايه، آه، لقب ابن امه يعني جه منين؟ من اين جاء هذا اللقب العجيب الغريب ابن امه؟ وهل يعد إهانة للراجل؟ مم. طيب، أعتقد أنه مفهوم ابن أمه هذا ممكن يشير إلى الزوج اللي يظهر التأثر الشديد والتصرف في سلوكه وتصرفاته بأمه، يعني هو متأثر جدا ومتعلق جدا بأمه. مم. طيب، وهذا النمط في الغالب إذا كان متعلق بهذه الطريقة بأمه يميل أنه يتخذ القرارات بناء على رغبات وآراء أمه، بحكم أن مم. هي أكثر خبرة، يعني بدل ما اه. يستقل عنها في مم. الاختيار، فهو متأثر جدا بأمه بشدة التعلق فيها. فإحنا لازم نشوف أنه هو حالة من حالات التعلق فقط بالأم بشكل شديد جدا، أدت حتى أنه انعدمت ثقته في نفسه أو قدرته على اتخاذ القرارات بشكل مستقل، لأنه الأم هذه حاضرة في حياته 24 ساعة. يمكن هو تربى طول الوقت مع أمه، ممكن هو لصيق بأمه، ترتيبه في الأبناء ممكن يكون هو ذا كمان السبب في أنه متعلق بأمه. أو شخصية أمه الأم تلعب دور. شخصية قوية جدا ومسيطرة. ممكن تكون مسيطرة وممكن تكون شخصية غير مسيطرة، بس تكون شخصية قوية جدا لدرجة أنه هو يشعر بضآلة قراراته جنبه، مم. فبالتالي يخاف أنه يغلط. يعني هو يعتبرها ممكن نموذج للصح
فبالتالي خاف يقدم على خطوة اتخاذ القرارات حتى يكون خطأ بالنسبة له يعني. فهنا كمان عندنا مشكلة تانية يعني. فهو إما من الإعجاب وإما من الخوف، إما من شدة الإعجاب والتعلق بأمه أو من شدة الخوف بسبب أنها هي مسيطرة، تحول عندنا هذا النمط أو وجد هذا النمط اللي احنا بنطلق عليه ابن أمه يعني. هو مع الأسف يعني تسمية مو حلوة صراحة، بس إيش نسوي، خلاص موجودة. هو للأسف يعني مع إن بعض الشخصيات أو بعض الناس اتكلموا إن كلمة ابن أمه ما هيش يعني لم تعد إهانة، ما هو ابن أمه وابن أبوه، امال هو ابن مين؟ خلاص هم حلوها الحمد لله رب العالمين، ما أوجدوا له حل يعني شيء طبيعي، هو مش ما فيهاش إهانة أصلا للرجل، ولكن التصرفات اللي بتلحق بهذا الاسم أو بهذا اللقب هي اللي فيها مشكلة. طيب مثلا الزوج لسه متجوز في بداية حياته، في بداية شهر العسل زي ما احنا بنقول كده، الهانيمون اللي بيقضوه، فيبدأ ينقل لأمه مثلا أنا النهاردة زوجتي ما عملتش كذا، النهاردة لبست كذا، النهاردة قالت كذا، فبتبدأ الزوجة تلاحظ ان هي زي ما بنقول كده اون اير، على الهواء مباشرة في كل حاجة. طيب هل في تصرف معين المفروض الزوجة تاخده مع اول نقل للكلام او مع اول نقل لتصرفاتها وحياتها الخاصة، ولا تصبر لما تشوف الموقف ده هيتكرر اكتر من مرة، وايه التصرف اللي المفروض او الاجراء اللي المفروض تاخده؟ طيب احنا قبل ما نعطي الحلول اول شيء لازم نعرف هذا النمط او هذا السلوك ايش الاسباب تبعه في ظهوره، لان معرفة الاسباب الحقيقية هي اللي تخلينا اليوم نعرف ايش الحل المناسب. اول شيء هذا النوع من الاشخاص اللي مسميه احنا ابن امه بسبب علاقته الوثيقة بأمه، يعني علاقته جدا شديدة ومرتبط جدا بأمه ومتأثر بها بشكل قوي، وشدة العلاقة الرابط بينهم أوجدت هذا النمط اللي هو بيفتح على طول السبيكر. يعني تخيلي أنت لو واحد عنده صديقه متعلق فيه وعلاقته لصيقة حيسوي نفس الشيء، وما احنا ما بنشوف انه في مشكلة، لكن نشوف مشكلة فقط في حال انه هو أخبر أمه. طيب فلازم نعرف إذا هذا النمط ليش موجود. بعض الأحيان بعض الأزواج يعاني بسبب علاقته الشديدة بأمه أو طريقة تربيته اللي فيها سيطرة كاملة، أنه عنده قلة ثقة بنفسه أو قدرته على اتخاذ القرار، أو يهمه جدا آراء الآخرين تجاهه. أهم شيء أو أهم شخص في الرأي هذا هو أمه، دائما يحب يسمع رأي أمه أو يحب يعرف رأي أمه ناحيته هو. لذلك عنده قلة ثقة بنفسه، فبيحب انه اي خطوة يمشيها في الحياة يخبر امه حتى تقول له ايش يسوي، ولما يسويها يلاقي الاستحسان من امه فيكون راضي عن نفسه، فبيشبع عنده يقتنع ان هو قبل بلاء حسن او ان هو كان تصرفه غير صحيح من خلال امه. نعم. كمان عندنا حالة مثلا انه ممكن يكون من النوع اللي يخاف يتصادم مع امه. طيب فبالتالي خوفه من التصادم هذا أو إثارة غضبها، ممكن تكون هي امرأة جدا مسيطرة أو غضوبة أو متحكمة أو إلى آخره، يخليه يتجنب برضو أنه يتجنب هذه التصادم، فبالتالي يعطيها كل اللي بيصير أول بأول خلاص يعني. فعنده حالة من حالات الخوف، وهذه جات أثناء تنشئته في هذه البيئة. ممكن يكون جاي من بيئة هم طبيعتهم كذا، يعني انه هو بياخذوا راي امهاتهم في كل شيء وما بيشكوا خيط في ابره الا كذا، والام مسيطره، هم جايين من بيئه زي كذا، فبيشوف انه الموضوع ما في شيء، جدا عادي. طيب الزوجه اليوم لما تشوف هذه الحاله موجوده، اذا ما اتخذت اجراء من البدايه، اجراء بحكمه وعقل، راح تتعب بعدين وتتصادم مع الام وليس مع الرجل، هتتصادم مع الام، واحنا ما نبغى هذا التصادم اساسا يحدث يعني. فبالتالي دائما احنا نقول ايش، يجب المرأة تدرك هذا النمط زوجها ايش هو، وبعد كده تبدأ تخلق حالة من التواصل الفعال مع زوجها وبناء علاقة قوية جدا، بحيث ينتقل من علاقته من أمه إلى علاقته بزوجته. طيب فهذا الانتقال ما هو سهل يعني، فطمه عن أمه. لا بس خليني أقف في النقطة دي مع حضرتك يا أستاذة خديجة. لو ده حصل هي الأم بتفسرها ان انت عايزه تاخدي ابني مني، انت عايزه تقطعي علاقتي بابني وعايزه تسيطري عليه وتستحوذي عليه. اكيد طبعا. وهنا يجي ذكاء المراه، انه العاقل اللي ما يتصادم مع احد، لا تتصادم لا مع الام ولا الولد، يعني تسوي شغلها بهداوه مع الرجل مع زوجها هذا. ليش؟ لانه المراه
مع التقادم في العلاقة حتكون كثيرة المعرفة بزوجها، نقاط قوته وضعفه، حتعرف احتياجاته، حتعرف سبب التعلق الشديد بأمه. فهي شوية 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 حتخفف هذا الارتباط، ولن مم. تقطعه، لكن حتخفف الارتباط هذا كله وتبني مم. علاقة إيجابية مع حماتها. طيب كيف نبني علاقة؟ هنا يجي الذكاء. نفس اللي يسويه زوجها هذا لو هي سوته مع حماتها حيكون هي الأفضل، بدل ما هو اللي يقول لها هي اللي تقول لها. عرفتي؟ فالتركيز الأم حيصير على طب مين؟ طب بدل ازاي ما يا استاذه خديجه؟ أه؟ يعني مثلا هو بينقل لها كل التفاصيل، فتروح هي بنفسها اللي تنقل التفاصيل. إيه، على الأقل لو ما نقلت التفاصيل هي حتسأل. ما هي الأم ما حتكتفي إنها تسمع التفاصيل، هي حتسأل. فلازم تحصل على الإجابات المناسبة من الزوجة الآن، بحيث انه لما توريها المراه انه انا ما ياثر علي انه يقول لك ولا ما يقول لك، ما تشكل فرق عندي. هي بالهداوه بتعالج الموضوع كله، لانه كل ما الانسان تمسك بفكره هو يستفز الاخرين للتمسك بالشيء. لكن لما اوريهم ان امم. انا متجاهله ولا يعني لي شيء، لكن هي من تحت تحت قاعده تسوي شغلها بهداوه حتى تفك الارتباط الشديد اللي بين الولد والام، هنا حيكون في ذكاء في التعامل مع الجميع وتحقيق جميع الاطراف. فالام ممكن عندها حاله خوف انه ولدها يروح منها. طيب فهنا امم. دور الزوجه تاتي انه تطمئن هذه الام، بالعكس انت كسبتي كمان ابنه وليس عندك ابن فقط. فانا ما امم. استفز مساحه الخوف عند الام. لازم امم. ننتبه لهذا الشيء. ما في داعي نحن نشوف انه الامهات اللي بهذا الشكل هم سيئات، لا، عندهم تجاربهم، عندهم آلامهم، عندهم مخاوفهم. فدوري أنا اليوم أدخل في ذي العلاقة أطمئن الجميع أنه أنا ماني جاية أخذ أحد من أحد، لكن هنا يجي الخطوة الثانية أني أنا أبين الحدود تبعي أو أرسم الحدود. أول شخص أرسم له الحدود هو الزوج. لما أرسم له للزوج أفهمه أنه علاقتي وعلاقتك لازم تكون كذا بدون الأمر، طبعا بطريقة ذكية. كل مرأة لازم تعرف لغة زوجها إيش هي، كيف يفهم الكلام ايوه. أو كيف ايوه. يستوعبه. فتبدأ برسم أو تحديد أو رسم الحدود مع العلاقة دي بيني وبينك، علاقتك معايا، علاقتك مع أمك كيف لازم تكون، إيش المسموح أنك تقول لها، إيش اللي غير اه. مسموح اه. شرعا أول شيء أنك ما تقول ايوه. لها، وعرفا ايوه. إيش ما تقول لها، بطريقة لطيفة وباحترام. ما تدل على انه انا ابغى اخطفك من امك، ولا اني ابين للحمات انه انا بخطفك من ولدك واني اعزلك. لا 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 لا، امم. بشكل والله انا بسيط مش جدا عارفه يا استاذه بلطافه. خديجه، يعني هو ايه موضوع هتخطفه هتاخده مني، هتروح بيه فين؟ يعني هي هتاخده هتوديه لا فين؟ استاذه ندى، في نماذج سيئه يعني. الامهات والحموات ليسوا سيئات وزوجات الابناء ليسوا سيئات، لكن في نماذج ظهرت. عشان كذا احنا بنقول ايش الشر يعم. بعض الفئات اللي هي سببت في الاذى والضرر خلاص غلب على انه صاروا يطلقوا الحموات انه بتاخذ ولدي مني، وخاصه كمان لاحظي اذا كان الولد وحيد، هنا تصير المسألة معضلة أو اه شوية فعلا. صعبة يعني. اه. لكن إذا كانوا أكثر من كذا الموضوع شوي أسهل. فهنا إذا نحن مم. محتاجين رسم الحدود. افترضي هذا الرجل ليست علاقته مع أمه فقط كذا، افترضي أنه هو مع صديقه القريب جدا كذا مم. ينقل له أخبار، أكيد مم. الزوجة هتعمل على رسم الحدود. يعني هتقول له ما يصير تقول لصاحبك كذا، مو كل شيء تقول له، لازم تقول له مم. كذا ولازم مم. ما تقول له كذا، هذا يضرنا في هذا الجانب. حتعرف هي كيف تحل الإشكال ده مع الصديق. فما بالك يعني هي حتغلب مع الأم مم. مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ما كان صلى الله الرفق عليه في وسلم. شيء إلا زانه، ولا مم. نزع من شيء إلا شانه. مم. معالجة النزاعات والأشياء اللي زي كذا بالرفق يؤتي نتائج وثمرات، لكن الاستعجال هو المشكل. لأنه المرأة تدخل الزواج تعتقد أنه هو كمان زوجها ملكية، خلاص ما له مم. علاقة لا بأمه ولا يقول لها ولا تقول له. لا، مو كذا. ما هو تقدر أنت احنا لا اليوم عايزين ان تفصلي هي كذا. الزوجة تبقى واخدة، يعني شايفة ان هي فعلا جت اخدته ملكية خاصة، ولا ان الام يكون عندها مشاعر الخوف تجاه زوجة ابنها انها جاية تاخده منها. هذا الحقيقة وعي، الطرفين هذا وعي. الطرفين لازم يكونوا عندهم وعي بالنقطة دي. ولكن استاذة خديجة الحقيقة بعض الزوجات ممكن نقول هي شايفة ان وجهة النظر دي صحيحة، لما تلاقي مثلا حماتها بتسألها عملتوا ايه امبارح، خرجتوا رحتوا فين، اتأخرتوا ليه، بعض التفاصيل الكتير، فتقول لا انا لازم احط حدود من الاول، واقول لها لو سمحتي يا صحيح. طنط ما تسألينيش الاسئلة دي امور خاصة بيا. فهي عايزة تحط حدود، لكن بتحطها بطريقة فجة شوية، وتقول لها دي امور خاصة بيا، حضرتك ترضي حمات بنتك تسألها عن تفاصيلها، حضرتك دخلك ايه في الكلام ده. ممكن يكون الكلام فيه جزء من الصحة، ولكن الطريقة نفسها. انا دلوقتي نعم. مثلا كزوجة عايزة احط الحدود مع حماتي عشان ما تتدخلش في ادق تفاصيلي. احط معاها الحدود ازاي؟
بدون ما هي تزعل ولا أنا أجرحها وأظهر في الآخر إن أنا زوجة يعني مش ذوق أو ما بتكلمش مع حماتي بأدب؟ أول شيء لازم بالنسبة لي أنا كشخص كزوجة الآن لازم تكون بالنسبة لي الحدود واضحة قبل ما أوضحها للآخرين. يعني إيش معناها واضحة؟ بالنسبة لي لازم يكون معروف أنا إيش الشيء اللي ما عندي مشكلة أشارك الآخرين أو أي أحد يشاركه عني، وإيش الأشياء اللي أنا بالنسبة لي أمنع الآخرين إنه يتدخلوا فيها. بالنسبة لي أول شيء لازم تتضح الحدود. بعد كده لما تكون بالنسبة لي واضحة، نقل هذه المعرفة إلى الآخرين حيكون سهل. لكن إحنا النساء إيش بتسوي أستاذة ندى؟ بتدخل الزواج بتقولك أنا ما أسمح لأحد يتعرف على حياتي، ما أسمح أحد يتدخل في أيوة. حياتي. حياتك دي مراحل، إيش المساحة اللي مسموح للآخرين يتدخلوا فيها وده الطبيعي، وفي مساحة خاصة فيكي أنت وزوجك ما غير مسموح وغير مقبول لا عرفا لا شرعا حتى نحن نتدخل فيها. ما هو على الإطلاق. ما أنت تسمح لوالدتك اليوم تتدخل، معناها إيش معنى والدتك تتدخل وإيش معنى والدته هي ما بتتدخل؟ هتقول علشان أمي تبقى أمي بتحبني وخايفة على مصلحتي، لكن حماتي بتنظر لي نظرة تانية مش نفس النظرة بتاعت أمي. خلاص إذا دخلت الزوجة الزواج هذا وهي عندها رأي مسبق، معناها هي حتحصل على نتائج رأيها المسبق. ليش؟ لأنه تلقائيا حتتعامل من خلال هذا الرأي المسبق عن هذه الحماة. لو دخلت الزواج هذا ونظرت أنه هي مثل أمها، وأكيد تقلق على ولدها، وأكيد لغاية ما تنفصل عنه نفسيا وفكريا يعني حتاخد وقت وتلتمس لها الأعذار، معناها هي حتحاول أنها تؤدي دور الابنة في هذا الزواج وليس زوجة الولد اللي جاية تخطف هذا الولد. هذا مهم جدا. معناها أن أنا حتقبل زلات حماتي، حتقبل أخطائها، حتقبل هفواتها، وحتعرف على شخصيتها وحتعرف على نمطها، وبناء على هذه المعرفة حبدأ أنا أرسم الحدود بالأسلوب اللطيف اللي ما يجرح هذه الأم ولا يجرح هذه العلاقة ولا أي شيء، لأنه في النهاية أنا كمان راح أكون حمات يعني، فلازم أحط نفسي في هذه الأدوار. ماذا لو كنت أنا في مكانها؟ إيش أحب؟ كيف تعاملني زوجة ولدي؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اليوم الحموات هم أمهات، لازم ننظر لهم بهذه الكيفية. وبعد كده حبدأ أرسم الحدود اللي حرسمها مع حماتي هي نفس الحدود اللي حرسمها مع أمي. اللي ما حقبل أقوله لحماتي ما راح أقبل أقوله لأمي، ما راح أشارك أحد. خلاص في أشياء مثلا أنا حشارك أمي معناها ما في مشكلة لو شاركتها حماتي. ما في داعي ننظر للحموات إنهم أعداء، وما في داعي أدخل الزواج هذا إني أنا داخلة معركة، ما في داعي أبدا. يعني دائما إحنا شوفي الإنسان لما يكون عنده تصور مسبق سلوكياته هي اللي بتحدد تصوراته المسبقة. أصلا بيبقى داخل متحفز للتصور ده، فيدور على المشاكل ويركز على المشاكل، ما بيركز على الحلول ولا بيختار إنه يكون جزء من الحلول، إنه بيختار يكون جزء من المشاكل. فبتلاقيه ليش قال لها طب ليه إحنا رحنا المكان الفلاني ليش ما فيها شيء عادي يعني، قال لها فين المشكلة يعني، مو شيء كبير يعني. يعني طيب. جدا عادي يعني الموضوع ده. هي الأمور لو اتخذت بشكل عقلاني وبرضو فيها حدود، أهم حاجة الحدود الشرعية، الأمر إن شاء الله هيمر بسلام. إحنا اتكلمنا عن الزوجة وقلنا إزاي هي تضع الحدود مع حماتها، ولكن أساس المشكلة هو الزوج. إحنا محتاجين من حضرتك خطوات تقوليها له علشان يبدأ تدريجيا ينسحب من الارتباط الشديد قوي ده بأمه اللي مخليه مش قادر حتى ياخد قرار لمصلحته هو أو لشغله هو. ما بنقولش إنه يبعد عن أمه أو إن إحنا نقويه على أمه كما يقال، ولكن لأ، أنت بقيت راجل ومسؤول عن أسرة، فبالتالي تدريجيا أمورك وقراراتك لازم تكون نابعة منك أنت، وبالتالي قرارات بيتك وزوجتك وأولادك. فازاي تنصحيه أستاذة خديجة إنه يتدرج علشان أمه مش تلاحظ الانسحاب المفاجئ وتزعل وتتأثر، إنه يتدرج في الانسحاب ده وإن يكون عنده قناعة إنه أصلا التصرفات دي بتجيب مشاكل كبيرة؟ طيب أول شيء لازم يكون هذه رغبة الرجل الحقيقية ورغبة الزوجة مثلا أنها تساعد زوجها. ثاني شيء لازم تعزز المرأة وتساعد زوجها في هذا الأمر من خلال تعزيز ثقته بنفسه، من خلال المشاركة في القرارات. لما يكون في قرار لازم تشجعه وترفع معنوياته أو ترفع ثقته بنفسه أنه قادر على اتخاذ هذا القرار. لأنه بعض الأحيان الرجل يخاف يتخذ القرار خوفا من أنه يكون قراره خاطئ فقط، لأنه معتمد طول عمره على امرأة يعني أو على أمه، يكون هي النموذج والمرأة الأولى في حياته، فبالتالي هي لها مكانة ومنزلة عالية جدا.
طيب هذه الثقة اللي أعطاها لأمه يجب أن احنا نستردها بشويش باتجاه الرجل، وهذا دور المرأة هنا من خلال إيجاد العلاقة المشتركة في علاقة زوجية مشتركة بينهم. يوجدوا مثلا قرار في مشروع معين أو تحديد هدف معين يشتغلوا عليه، فبالتالي يكون هذا الهدف اللي قاعدين يشتغلوا عليه يحتاج إنه اتخاذ قرارات. فلما يسووا مع بعضهم البعض القرار مشترك أو ياخذوا قرارات مشتركة حيصير عنده رأي، حيجرب مسألة الرأي. حتى لما يصير خطأ لازم المرأة تكون داعمة له، إنه عادي جدا الخطأ ده ما في مشكلة، إحنا ممكن نعدله كده. طيب ليش؟ لأنه أنا جالس أبني شيء جديد الآن في شكل العلاقة. أيوه. إذا الرجل ما عنده الرغبة في إحداث التغيير هذا كله، مهما سوينا ما حيكون سهل، يعني حيكون متعب، في النهاية راح نستسلم يعني. فهنا دائما لازم ننتبه كيف شكل العلاقة. هل هو يعاني مثلا من قلة الثقة بالنفس؟ هل عنده خوف؟ هل عنده تردد؟ هل عنده إذا كان كده معناه حنبدأ إحنا نشتغل على الجانب هذا في شخصيته، إنه إحنا نعطيه بعض التكاليف، نوكي إليه بعض المهام، بعض القرارات في البيت اللي ما تأثر مثلا إذا أخطأ فيها، حتى بس يجرب ويتحسس مسألة اتخاذ القرار في هذه الجوانب. طبعا لا نشدد مسألة مثلا إنه أنت الرجل وأنت لأنه هذا بيخليه برضه يخاف بزيادة ويرجع يتمسك بكلام أمه، لأنه ما يبغى كمان يسمع منها أنا قلت لك في هذا الموضوع كذا وكذا 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 وأنت أخطأت، فبالتالي يرجع لنفس نقطة الصفر. إذا هنا الدور كبير جدا على المرأة أنه هي تبني علاقة قوية جدا كما هي علاقته بوالدته، حتى يرجع الرجل يعتمد على نفسه ويستقل عنها ويشعر أنه هو شخص مسؤول يعني. فهذا مهم جدا في هذا الجانب. طيب نصيحة سريعة وأخيرة للأم، للحمى اللي بتلاقي ابنها ما بيقدرش ياخد قرار بدون مشورتها، تقدري تقولي لها إيه النهاردة؟ والله إيش نقول للأمهات والحموات اللي بهذا النمط؟ شئتي أم أبيتي راح يترك العش. هذا الرجل يعني هو ولدك راح يتركه، فالأفضل يتركه وانت مطمنة عليه أفضل من أنه يتركه ويتخبط في الحياة. فدائما نقول نحن الشيء اللي ما تحبيه لبنتك ولا تحبيه لنفسك لا تمارسيه مع ولدك أو مع زوجة ولدك. هذا أهم شيء، يعني اللي ما نحبه لأنفسنا ولا لبنات ولا نقبله كذلك لا نقدمه للآخرين. هذا معيار مهم جدا اليوم حتى نصير في عندنا حالة من التوازن في السلوكيات وفي التعاملات. فما لا نقبله لأنفسنا لا نقدمه للآخرين، ولا نجعل الآخرين هم أقل قيمة وقدر، لأنه كما تدين تدان، كل شيء راح يرجع للإنسان، يعني شئت أم أبت راح يرجع لها هذا الدور في بنتها في أي أحد آخر مما يعز عليها. فعلا أستاذة خديجة برهان المستشارة الأسرية واللايف كوتش، بشكر حضرتك على هذا الطرح المميز، بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، وطبعا الشكر موصول لكل مشاهدين ومتابعين برنامج قوارير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر بيوتنا دائما بالحب والود والمودة والسكن، ويجعل العلاقات ما بين الأزواج وما بين الحما وزوجة ابنها تكون علاقة متوازنة وعلاقة فيها من الحب، هي تعتبرها بنتها وهي كمان تعتبرها أمها. في الوقت ده هتكون في علاقة فيها من الحب والتوازن، والحقيقة الراجل كما يقال هو رمانة الميزان في هذه العلاقة اللي يقدر يوازن ما بين أمه وما بين زوجته. انتهت حلقة قوارير اليوم، ندعو الله سبحانه وتعالى أنها تكون نالت إعجاب حضراتكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.